السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طمنوني عنكم، عاملين ايه في الجو الحر دوت؟ الجو حر جدا يا بنات، وخصوصا عندنا في الصعيد. يعني عايزة اقول لكم نار نار، يعني والله بجد حر جامد جدا. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ده غير بقى التقلبات الجوية بقى والترابة، وشوية تمطر وشوية تراب وشوية سخونة وشوية تغيم الشمس. يعني الحمد لله رب العالمين. التقلبات الجوية السنة دي غريبة جدا، ربنا يسترها يا رب. إيه ان شاء الله باذن الله. النهارده كده عندنا روتين، ما احنا برضو هنقعد قدام الحر كده نقول حر ونقول مش عارفه ايه، لا احنا لازم نشوف اللي ورانا ونعمل روتيناتنا القويه ان شاء الله المشجعه باذن الله. روتين النهارده قوي جدا ومشجع، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. اتمنى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه فضلا وليس امرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيله، عيله اهل الكرم والجود. وان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك النهارده باذن الله روتيننا قوي، وهتشجعي تشجيع من الاخر. زي ما انتوا شايفين معايا، ما كانش ينفع اعمل حاجه غير ان انا اقلب الدنيا رأسا على عقب زي ما بيقولوا كده هوت، او يعني بص ما خليش حاجه مكانها علشان خاطر التراب او الغبار اللي دخل دوت حاجه فظيعه. مع اني كنت مقفله كويس، بس عايزه اقول لكم اي حاجه تمشي عليها ايدك كده تبص تلاقي الترابه الناعمه ملت ايدك على طول. فكان لازم اعمل زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت معاكم بقى روتينات الصلاه دي كتير جدا، والقلبه ديت عملتها معاكم برضو في كذا روتين. المهم حركت كل حاجة، وما بقيتش غير ما كانش هينفع الكنيس، لو كنست كانت الترابة هتمسك في الحيطان. فالحل الأسلم ان انا كنت اكب مية وامسح بالمية الكتيرة والكلام ده كله، علشان خاطر ايه اقضي على الترابة ديت، ومنا نحافظ بقى على صدرنا اللي هو اساسا يعتبر خرب من من الترابة. الحمد لله رب العالمين. وزي ما شفتوا يعني الحمد لله ما اخدش معايا حاجة، لان برضو الدنيا نظيفة. هم بس شوية التراب او الغبار اللي دخلهم دولت نضفتهم وخلاص. على كده فرشت، او يعني انا كنت بقول لكم ان انا هعمل تغييرات ان شاء الله، هنعمل تغييرات باذن الله. هغير من شكل الصلاة دي نهائي، يعني هخليها حاجة تانية خالص ان شاء الله باذن الله معاكم. بس ايه، انا هديت شوية علشان خاطر التراب والغبار اللي شغال دوت مش هيخلي لي حاجة زي ما هي. فقلت ايه اهدي شوية ان شاء الله باذن الله. تابعوا معايا الروتينات، وان شاء الله باذن الله تستفيدوا، وان شاء الله باذن الله تتشجعوا وتقوموا تشوفوا كل اللي وراكم باذن الله، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. هنا بقى دخلت على المطبخ، كان عندي شويه خضار. الطماطم بقى، بص عايزه اقول لكم الخضار اول ما يعني بيجي اساسا هو بيبقى تمسكي يعني الخضار في ايدك سخن مولع نار، فمش عايز يقعد بره التلاجة لحظة واحدة. أول ما بجيبه على طول بحطه في التلاجة على طول زي ما انتوا شايفين. حلوة الثباتات ديت، بحط فيها يعني فيها فتحات كده، فبتدخل السقعة للخضار من جوه، مش بيبقى مكتوم فوق بعضه زي ما تبقى حاجة مقفولة مثلا زي الطبق اللي قدامي دوت. ولكن لا، الحاجة ما بتبقى مصفاية ثبت زي اللي شفتوه دوت، حلو وواسع، وتحطي فيه الكمية اللي انت عايزاها. انا اوقات بجيب ب5 كيلو طماطم واحطهم. لو هعمل منهم مثلا هفرز منهم شوية، هخلي منهم شوية، الكلام ده كله. فالحاجة الواسعة زي ما بنقول لو ربنا اداك رزق وسع له، وانا بحب الحتة ديت، لو ربنا اداني رزق بحب اوسع له. الحمد لله رب العالمين. وهنا بقى عندي شوية البامية دولت، كان ليهم يومين في التلاجة، فكانوا جايين يعني جابهم جوزي وحطوهم لي في التلاجة، انا ما كنتش في البيت. فقلت ايه هنعملهم بالمرة، علشان برضو هم في كيسهم زي ما هم بالكيس كده حوالي نص كيلو. زي ما قلت لكم انا مش هجيب كتير، انا حرمت من السنة اللي فاتت. وعايزة احب يعني اقول لكم ان الحمد لله رب العالمين فيديو البامية دوت الحمد لله ناس كتيرة شافته الحمد لله رب العالمين وعجبهم. وفي ناس كتيرة قالوا لنا قالوا لي يعني ان دي فعلا افضل طريقة لتفريز البامية. والحمد لله رب العالمين ان هو نال اعجابكم، واتمنى يا رب دايما كل فيديوهاتي كده تنال اعجابكم يا رب. وان شاء الله باذن الله اكون يعني عند حسن ظنكم، واقدر اقدم لكم الحاجة المفيدة ليكم اللي تنفعكم ما تضركمش دايما يا رب. حتى لو بسيطة، انا الحمد لله رب العالمين حاجتي بسيطة، كل اللي بقدمه بسيط، ما فيش حاجة اللي هي زخرفة وحاجة عايزة مش عارفة ايه من بره لا، كل حاجتي بسيطة الحمد لله رب العالمين. زي اي ست مصرية، زي اي ست بيت، ماشية نفسي بالموجود الحمد لله رب العالمين. ودايما يا رب يا رب يجعلني عند حسن ظنكم وكده، واعمل يعني احاول ان انا ايه اوصل لقلوبكم باذن الله. وان شاء الله باذن الله نكون خير رفيق لبعضنا باذن الله.
هدفي من قناتي ان اكون مفيدة ليكم، نافعة مش مستنفعة ابدا، والله مش مستنفعة خالص، يعني احب اكون مفيدة ليكم ومش مستنفعة، يعني افيدكم ومش مهم، يعني كفاية ليا، كفاية عندي دعوة من ام او اخت كريمة من اهل الكرم والجود بالدنيا كلها والله العظيم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. كان في اخت قالت لي ان هو يعني اللي عندها حله بروستو، عملت فيها الكرشه او الممبار، يعني الحلويات بتاعه المذبح ديت، عملتها فيها وزرقت منها جامد، فمن وقتها ما استعملتهاش. اللي سبب الزرقان اللي في الحله عندك يا حبيبتي ده ان انت سبتي الميه تغلي جامد في الحله، والالومنيوم ما بيحبش ان انت تسيبيه الميه تغلي فيه كتير علشان خاطر هيزرق وهيتعبك. طيب نعمل ايه لو انت زي اختي كده بتحبي تكروشي المواعين الالومنيوم عليك وعلى حته سلك كده الومنيوم وصابونه من الابيض، او عادي بالسائل المواعين اللي عندك، وهرشي فيها لحد هيطلع. لو انت من الناس اللي مش بتحب ان هي تغسل او تدوس جامد او بقيتها او مش متعوده، برضو ما في ناس مش متعوده على غسيل الالومنيوم وكده، هاتي ليمونتين كبار وهاتي نص لتر ميه وحطيهم يغلوا مع بعض. ما عندكيش ليمون ممكن تكوني محوشه شويه قشر ليمون كده، برضو ينفع قشر الليمون، واغليهم مع بعض وسيبيهم بقى على جنب لمده يوم. هتبصي تلاقي باذن الله كل الزرقان او كل السواد اللي بقى في الحله دوت هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله باذن الله. هنا دوت انا هنا بعمل كيكه. بعد ما خلصت الباميه ركنتها، قلت ايه، حطيتها في شويه ميه تتغسل، كان فيها كده طينه وكانت متربه جامد برضو، ما هو كل حاجه اليومين دول بتبقى فيها تربه، يعني الحاجه عايزه تتغسل مره واتنين وتتنقع كمان في شويه خل، ميه بخل وكده. فايه فتحت عليهم الميه وسبتهم زي ما هم في الطبق بتاعهم، وقلت اعمل صينيه كيكه لحد ما يعني احطها تستوي، لحد ما كامل بقى الباميه احطها اعملها احطها انزلها في الميه السخنه وكده على النار. فقلت ايه، اعمل صينيه الكيكه ديت. انت عارفين مقادير ثابته في صينيه الكيكه، هم 6 بيضات علشان خاطر ده بيض صغير، لو بيض كبير ممكن 5 او ممكن 4 برضو، يعني مش هقولك لا هم ثابتين على 5، لا 5 او 4 او 6، لو 6 لو البيض صغير، و5 لو البيض ايه من البيض الكبير الابيض اللي بنجيبه من بره، وكوبايه سكر وكوبايه لبن وكوبايه الا ربع سمنه وظرفين فانيليا وظرف بيكنج باودر، والدقيق دوت على حسب الرغبه، ما اقدرش اقولك على الدقيق علشان خاطر في دقيق بياخد سوائل ودقيق ما بياخدش سوائل. وتعالوا هنا بقى نروح بقى للخطوه التانية اللي هي حطيت بقى انا خلاص بطنت الصينيه كنت في الاول، وحطيت صينيه الكيكه على الفرن وخلاص. على كده هنا اهو جيت للباميه غسلتها كويس، وهبدا ان انا ايه احط الميه بتلج في معون تاني علشان خاطر اول ما اطلع الباميه اطلعها في الميه المتلجه على طول. برضو حطيت النص ليمونه، الليمون بقى الاختراع اللي بيغير لي من لون الباميه 24 درجه. الباميه بتغير جدا جدا، يعني ما شاء الله بتبقى خضرة وزي العسل. قلبتها بقى حوالي دقيقة في المية بليمون ديت على النار لحد ما خدت اللون الحلو دوت، شايفين ما شاء الله. وبعد كده اهو طلعتها في مصفى الصفة، بعد ما حطيتها في المية المتلجة طلعتها في مصفى الصفة، وبعد كده هفرزها زي العسل ما شاء الله. بجيبهم قليلين بعملهم وانا واقفة، ما بياخدوش معايا حاجة خالص نهائي. زي ما قلت لكم لو حابين تجيبوا باميه هاتوها بشويه القليلين تفرزوها كده، هتبقى احسن بكتير من اللي هو ايه تجيبوا شويه، يعني تجيبوا كميه على بعضها. بجد يعني انا السنه اللي فاتت الباميه لا ما كانش حلوه خالص، وجبت كميه على بعضها حوالي يمكن 10 كيلو، والله عايزه اقول لكم كانت بتاخد سوا ما كانتش كويسه ابدا. السنه دي الحمد لله رب العالمين بجيب بالكيلو 2 كيلو نص كيلو دوت، نص كيلو ده او ازيد شويه يعني. بس احنا يعني علشان خاطر الناس بتبقى زارعه في الارض، فايه يعني عندنا الناس يعني بتفوت لبعضها، مش اللي هو لا نص كيلو بالميزان، لا يعني زي ما يطلعوا معاه من اللي زارعهم يدهم لك عادي، نص ازيد من نص، الكلام ده كله مش واقفين يعني على الواحده وكده بالميزان والكلام ده. وهنا خلاص الحمد لله على اخر ما صفيت الباميه وحطيتها في الاكياس، كانت اللي هي الكيكه استوت معايا زي الفل. بص ضربت عصفورين بحجر واحد، حطيت الكيكه تستوي على النار وعلى الفرن وايه
وعملت البامية ده استوى مع ده. يعني بصوا احنا بقولك ستات شاطرين والله، الحمد لله رب العالمين. بصوا ما شاء الله الكيكة معايا زي السفنج، حلوة جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. جربوا الكيكة بالمكونات بتاعتي ديت زي العسل والله، ان شاء الله باذن الله ابدا ما تفشلش معاكي ابدا ان شاء الله. بصوا ما شاء الله روعة روعة يعني، حلوة جدا. انا دايما ثابتة على المقادير ديت، والحمد لله الكيكة بتبقى حلوة معايا جدا. الحمد لله يا رب، ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا يا رب جميعا. لو وصلت معايا لحد حتة الكيكة اللي زي العسل دي حطيلي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس امرا، وربنا يا رب يحسن ما